محوشه في البنك بتاعي ما يكفيني ان لو حد فكر انه يعمل زي اللي كان بيتعمل فيا انا هطلع القديم على الجديد واديهوله. اما بتفرقوا في المعامله بين الولد والبنت وتبقوا شايفين انه البنت لها ضلع فيتكسر، وان الولد من حقه ان هو يتعامل زي ما هو عايز، وانه لو البنت كانت بتستريح بعد الظهر واخوها دخل قومي اعملي له غدا، قومي اعملي لاخوكي، او لو هي اكبر منه بمرحله عمريه كبيره لا انت مش خارجه غير لما اخوكي يوافق. لما بتميزوا ما بين الولد والبنت ممكن ما تكونوش شايفين قدام ده هيبقى بيضر كل واحد فيهم ازاي. التمييز ما بين الولد والبنت وان احنا نيجي مع الولد على حساب البنت، خلوني اقول لكم انتوا بتزرعوا قنابل شكلها ايه في حياتهم بعد كده. الولد اللي بقى عنده احساس بالاستحقاق لمجرد ان هو ولد، ده هيتعامل مع مراته بشكل مش مناسب، هيتعامل معاها برضو بنفس حته الاستحقاق، اعملي لي وسوي لي وهاتي لي واخدميني ودايما هيقلل من شأنها. فلو عندها مشاعر، لو عندها احتياجات، لو عندها بعض الافكار اللي عايز تتكلم فيها، هتلاقيه برضو بيقلل منها، مش حاسس بيها كطرف متساوي معاه في الفكر والمشاعر والتصرفات، هو أقل منه، فهيتعامل بدونية معاه. وده بيأثر في حياتهم، لأن الجيل الجديد اللي هيتجوز منه أولادنا ما عندهمش حتة إن الولد أحسن من البنت ولا إن البنت أحسن من الولد، عندهم فكر إن الاتنين سواسية، الاتنين بيساهموا في الحياة، فهيصطدم بإن اللي معاه مش قابلة بالطريقة دي ومش قابلة بالكلام ده. هيحصل إيه؟ خلافات زوجية وخناقات، وكل يوم والتاني شايلين بعضهم وجايين لكم تحلوا ما بينهم، وعيل شايلينه على كتفهم ونازلين يتخانقوا. طب هو ده كله جه منين؟ جه من إن حسسته انت احسن من الباقيين، وخاصه الاناث، فهيتعامل مع كل الاناث بهذا الشكل. طب الجوازه مش مهم، هيشتغل وهو لازم هيشتغل، فهيبقى عنده في الشغل زميلات وزملاء. هيتعامل مع زميلاته ازاي؟ ما هو متعود على ان اي انثى بتتحرك حواليه زي اخته لازم تبقى اقل منه، هيتعامل معاهم ازاي؟ هيبقى بروفيشنال ولا مشاعره وافكاره اللي هو شربها طول حياته هتأثر عليه؟ عارفين بقى الدراما الكبيرة بقى، الدراما بتحصل امتى؟ لما تكون مديرته واحدة ست، بيدخله في صراع عنيف، وعشان كده بيبقى مش عارف يتعامل مع مديرته، وممكن يكون بيرتكب أخطاء، وممكن ما يترقاش، وممكن يسيب الشغل. عشان كده ان انا اميز الولد عن البنت ده مش لمصلحة الولد، لمصلحته انه يكون عارف انه هو كبني آدم بيحترم الآخرين بغض النظر عن هم جنسهم ايه، عرقهم ايه، لونهم ايه، لان ده بيرتفع بيه وبيرتقي في انسانيته. ان انا اعلمه ان اختك مسؤوله منك بس بحنيه، بمراعاه، بكلمه طيبه، مش ان انت متحكم فيها وامرك يمشي عليها وكلمتك تمشي عليها، عشان ده هيضره في مستقبله، هيضره في حياته سواء الشخصيه او العمليه. نيجي بقى للبنت اللي يا حرام طول الوقت حاسه ان هي مواطن من الدرجه الثانيه في البيت. طالما انه حصل مشكله في التربيه والنشاه، احنا متفقين من قبل كده ما بيطلعليش حد سوي، بيطلع حد متطرف في تصرفاته. فبما ان انا اتضغطت واتقال لي ان انت مش زي الباقيين وان انت اقل من اخوكي الولد ولازم تسمعي كلامه انا بكون عندها حاجة من الاتنين، يا إما هتبقى شخصية خاضعة لأي ذكر في حياتها بعد كده، وسهل إنها تصدق في أي ذكر بعد كده في حياتها، أي واحد صاحبها يضحك عليها، أي راجل يضحك عليها، جوزها يبقى حاسس إن هي مجرد كده حد موجود في البيت بتطبخ وتربي العيال وتنام وتصحى، بس ما هياش مشاركاه. أو هتتنقل للصعيد التاني بقى اللي هي بنشوفها كتير عندنا، الندية في التعامل. فأول ما راجل يقول لها كلمة تحس إن أنت هتعمل زي أخويا، أبدا، ده أنا هرد عليك وهعمل اللي ما كنتش بقدر اعمله مع اخويا. وعشان كده بنلاقي انه ساعات حجم الخلاف اللي بين الست وجوزها وطريقه ردها وانفعالها شعلل الدنيا كده وبتبقى محموقه فيها قوي، حس ان رد الفعل ده مبالغ فيه. فنطلع الزوج ونجيب الزوجه لوحدها ونحاول نفهم هي النشأة الاولى كان شكلها ايه؟ كان فيها ضرب، كان فيها تحكم، كان فيها شتيمه، كان فيها تقليل من نفسها من ذاتها، وكان فيها نوع من انواع عدم احترام للمشاعر ليه، خلاها كونت عندها نوع من انواع العنف ضد الرجل. هو الراجل ده هيجي في حياتها فين بقى؟ هيجي في حياتها وهي بتتجوز، هيجي في حياتها وهي بتشتغل. هتجد دايما وابدا عندها صعوبه في التعامل مع الرجال، لان هي اتربت على ان هم عايزين يسيطروا ويخضعوني، فردود افعالها بتبقى عنيفه. ممكن تخسر جوازه بسبب ان هي بتتخانق، ممكن تبقى بتخسر شغل لان هي مش عارفه تتوائم مع زمايلها في الشغل. شفتي بقى يا مدام وشفت بقى يا استاذ، انت لما بتبدي الولد على البنت في بيتك ممكن تأدي بيهم ايه الى المستقبل؟ ومفيش اب او ام عايزين ولادهم يعانوا في المستقبل، انتوا بتحاولوا توفروا لهم احسن حاجه، بس الافكار اللي
اللي كانت موجوده زمان ما عادتش تنفع دلوقتي، عشان دول جيل المستقبل، فلازم نحصنهم ونعلمهم ونربيهم على اللي يناسبهم في المستقبل. تعالوا بقى نقلب الايه ونشوف البيوت اللي بتفضل البنت على الولد. ليه؟ ممكن يكون عشان الولد متعب، مزعج، طلباته كتير، هايبر اكتف، بس البنت هي اللي مطوعاني، البنت هي اللي بتسمع كلامي، البنت هي اللي يعني تحت جناحي، البنت هي اللي دلوعت ابوها. لما بفرق بين ان انا اكبر دور البنت وامكنها من الولد، انا هنا برضو بسبب مشاكل. ليه بقى؟ الولد ده هيحس على طول ان هو اقل من الاخرين، واتفقنا قبل كده في حلقات كتير ان طالما ان في النشأة في حاجه مش مظبوطه، في اختلال لميزان القوى والحب في العيله، هيطلع لي one of the two extremes، طرف من الاثنين المتطرفين. يا الولد ده هيطلع طول عمره بقى خاضع وخانع لاي انثى، يا اما هيبقى عنيف على اي انثى، هيبقى شرس، هيبقى قاسي، هيبقى بيحاول دايما وابدا انه يذلها. ولكن البنت على الناحيه الثانيه هتبقى عندها شعور بالاستحقاق، انا اي حاجه استاهلها لمجرد ان انا بنت. اوعى تفكر ان انا لازم اتعب في حياتي، انت اللي لازم توفر لي. اوعى تفكر ان انا غلط، انت اللي ما بتفهمش. وهنا ممكن تبقى عندها شعور بذاتها متضخم وعالي ما يخدمهاش في حياتها، لان دول بقى بنشوفهم فين؟ فاكرين الست اللي هي كانت بتتخانق مع جوزها عشان خاطر هو كان شبه اخوها؟ دي بقى هتبقى بتتخانق مع جوزها لو رفض لها اي حاجه، لو قال لها لا، لو قال لها طب استني. وازيدكم من الشعر بيت واقول لكم الله لما يكونوا الاهالي لسه بيتدخلوا بتقويه دور البنت على حساب الولد، بس المره دي الولد هو الزوج مش الاخ، فبيبقى البنت عندها شعور بالاستحقاق، وفي اي مشكله تروح لبابي ومامي اللي ادوها الشعور بالاستحقاق على الولد، وتشتكي جوزها المره دي. فللاسف الشديد يجي الراجل والست لا لا كبر دماغك معاها، معلش، ما هم خايفين على الجوازه تبوظ، فيقوموا يعملوا ايه؟ طب يعني تسيسها، معلش اصلها كانت دلوعه بابا. لا حضرتك، دي مش دلوعه بابا، دي واحده ضحيه اختلال قوى في البيت منذ النشأه الاولى. شفتوا بقى لو بتفرقوا بين ولادكم الاثنين في التربيه بانكم تعلوا واحد عن الثاني او تفضلوا واحد عن الثاني، ممكن يأذيهم في حياتهم ازاي؟ حياتهم اللي جايه مش شبه حياتنا اللي فاتت ولا شبه حياه اهالينا، حياتهم اللي جايه محتاجه ان هم يبقوا فاهمين كويس قوي الاحترام، الموده، ان احنا نتخانق نتصالح، ليها قواعد وليها خطوط حمراء ما نعديهاش. اصل ساعات بشوف كلام بيتقال احس انه انتوا هتكملوا متجوزين ازاي بعد ما قلتوا لبعض كده. فدايما ناخد حقنا، ولكن من غير ما نكون عندنا التراكمات بتاعت تربيتنا، لان هي دي اللي بتخلينا نغلط في اللي قدام. طيب بعد ما حكينا المشاكل الفظيعه الجباره اللي بتيجي من تحت دماغ ان احنا الاهالي بيفضلوا ولد على بنت، فاحنا عندنا نصيحه للاهالي انه حاولوا بقدر الامكان انكم تعدلوا الميزان شويه. حتى لو كانوا الولاد اتجوزوا وخرجوا بيجوا لنا بالمشاكل، حاول بقدر الامكان ان انت تبقى منصف وعقلاني، مش مشاعرك هي اللي سيئاك. يعني مش عشان بنتي اللي جايه بتشتكي وهي غلطانه، لا شغل دماغك، لو بنتك غلطانه يبقى لازم تصلح لها الغلط بتاعها وتعرف ازاي تحترم جوزها. ولو ابنك يا مدام جاي بيشتكي من مراته في حاجه ملوش حق فيها، توضحي له وتفهميه ان العلاقه الزوجيه ما بتقومش على ان واحد فينا لازم يسيطر على التاني، او لازم يهوش التاني، او لازم ياخد بنط على التاني. وللشباب والبنات اللي بيتجوزوا واللي متجوزين وعندهم المشكله دي، اعتقد لو لقيتوا ان في حياتكم مشاكلكم مع بعض ليها دايما اسقاطات جايه من قبل كده، فانتم محتاجين نوع من انواع العلاج الزوجي اللي يخليكم تظبطوا الميزان اللي للاسف الشديد اتنقل لكم مش موزون. العلاج بيفيد هنا في ايه؟ ان انا افهم كويس قوي مشاعري ايه. ساعات المشاعر دي ما تبقاش متجهه ناحيه الزوج او الزوجه، المشاعر دي جايه من مشاعري في البيت. بس لو انا مشاعري في البيت ما قدرتش اعبر عنها، وقابلت واحد شبه لمحت انها تفكرني بحاجه قديمه، انا المشاعر هتبقى عنيفه قوي. يعني نقول كده انه انا عندي مخزون محوشه في البنك بتاعي ما يكفيني ان لو حد فكر انه يعمل زي اللي كان بيتعمل فيا، انا هطلع القديم على الجديد واديهوله. لو حسيت انك بتعمل كده او انتي حسيتي كده، يبقى معنى كده ان احنا محتاجين نسلك الخناقه دي جوه نفسك، ملهاش علاقه بالطرف الثاني. حتى لو الطرف الثاني غلطان، حقكم انكم تاخدوا حقكم من الطرف الثاني، لكن ما حملوش فاتوره اهلي. فالعلاج النفسي بيفيد ان انا اكون صريحه مع نفسي، واقف مع نفسي واصلح كده واشوف هو انا اللي بعمله ده عشان هو وحش، ولا عشان انا متضايقه ما بسمحش لحد يعمل كده، وده فاتوره قديمه انا داخله بيها الجواز. في اغلب الحالات بنحتاج ان احنا نعمل لهم علاج زوجي، بحيث ان كل واحد فيهم يبتدي يظبط الميزان بتاعه، ويبتدوا يفهموا ان تجربتنا مع بعض مختلفه عن تجربه اهلي. ومهم
مهم جدا اني اعرف انه انا مش محتاجه اعمل كده، ومش لازم اعمل كده مع ولادي، لان في منهم بقى تجيب البنت، لو البنت كانت مكسور لها ضلع عشان اخوها هو الولد، فلما بتخلف بنت برضه بتروح مقوياها قوي 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 عشان تنفي فكره ان انت مكسور لك ضلع، فبتطلع لي جيل تاني وراها اكثر عنفا واكثر شراسه مع الولاد. والولد اللي شايف انه انا عشان ولد فانا ممكن اعمل اي حاجه، يوم ما بيخلف بنت بيبقى شايف انه ده حاجه مشكله، هنعمل فيها ايه؟ ما هي بنت. لا، هنربي وهنقوم وهنحط اسس كويسه، هنعلمها ازاي انها تاخد حقها وتبقى بتفكر بدماغها قبل ما تنطق بلسانها.